الموضوع كل شوية بيكبر ومحدش عارف يلم. بسمة بتستفز تامر، ويارا السكري نزلت فيديو وهي بترقص، وتامر عمال يغني ارجعلي، وهالة عمر في شهر العسل محدش يعرف عنها حاجة. في الفيديو ده هنقول لكم ايه اخر تطورات حدوتة تامر حسني وبسمة بوسيل بعد الطلاق، وايه اللي بسمة عملته علشان تستفز تامر، ويا ترى ايه رد تامر عليها. من بعد فرح هالة عمر اللي ماسكة حسابات تامر حسني على السوشيال ميديا وكل حاجة اتغيرت. العلاقة الجميلة اللي كانت بين تامر وبسمة بعد الطلاق، واللي كانوا بيطبقوا فيها مقولة النهايات أخلاق حرفيا. بسمة اللي كانت ساكتة خالص بقت كيادة على الآخر، وتامر اللي كان كل همه فيلمه الجديد بقى عمال ينزل حاجات رومانسية لبسمة علشان قلبها يحن. نجيب الحدوتة من آخرها وبعدين نفصص لكم الحكاية من الأول. امبارح انتشرت صور وفيديوهات لبسمة بوسيل وهي بتتفسح مع أولادها، كانوا بيلعبوا عادي خالص زي أي أطفال، بس هي قررت تشارك معاهم في اللعب. بسمة كانت بتلعب وهي لابسة ملابس رياضية ضيقة جدا على جسمها، وكمان كانت عاملة تاتو في مكان حساس تحت ظهرها. الصور والفيديوهات قلبت الدنيا على السوشيال ميديا، وكل الناس قالت انها بتستفز تامر، خصوصا ان مش من عادة بسمة انها تنزل صور وفيديوهات بملابس جريئة بالطريقة دي. بسمة كمان رجعت تغني تاني، وشكلها ناوية ترجع في قرار الاعتزال اللي اصلا كان شرط من شروط جوازها من تامر. ما خلاص بقى، ما بقاش في تامر، نرجع بقى للحاجة اللي بنحبها ونغني تاني. بسمة نزلت فيديو على الانستجرام وهي بتغني اغنية مين اللي بيختار للفنانة هبة طوجي، يعني ملابس جريئة، ورجعت في اتفاقها معاه وقررت ترجع تغني تاني. بسمة قررت تجنن تامر واللي يحصل يحصل. الموضوع بدايته كانت لما تامر حضر فرح هالة عمر البنت اللي ماسكة كل حسابات تامر على السوشيال ميديا. بسمة اول ما عرفت الكلام ده نزلت صورة من الفرح وكتبت عليها حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة. بعدها اكتشفنا ان هالة عمر تبقى صاحبة يارا السكري، وهي اللي عرفت تامر عليها. يارا السكري دي ملكة جمال مصر، وكانت موجودة مع تامر في فيلم الفلوس. وعرفنا بعدها ان تامر كان متجوز يارا السكري في السر على بسمة، والموضوع دلوقتي عمال يكبر يكبر ومش عارفين اخره هيكون ايه. خلينا نشوف ونتابع.